هذه الجماهير المتواجده طبعا، بالاضافه الى جماهير يمكن الكاميرا ما قادره تصادم من خلف الاسوار وعلى امتداد الشوارع من حول الملعب. هذه تتابعون الان اللقطات موجوده عند بوابه الملعب ايضا، يعني اجواء جماهيريه جميله جدا، ولكن العتب على المسؤولين في التاخر في بناء المدرج الاضافي اللي تم الوعد به من بدايه الموسم. هذه الجوله السادسه الى الان لم يقم المقاول، هو استلم الموقع تقريبا قبل شهر، لكن لا نرى اي عوامل لبدايه بنايه المشروع. طبعا يمكن تتابعون معنا الاطفال وهم زينه الحياه الدنيا بالاضافه الى المال طبعا. اذا نعود مجددا للاجواء النصراويه والاجواء الفنيه. اليوم كان في هتافات خاصه للكابتن عبد الله العنزي، مسانده ودعم كبير في هزوجه خاصه كانت له من قبل جماهير نادي النصر. في الامور الفنيه بقياده السيد كارينو تقريبا لا تختلف كثيرا طريقه اللعب او الاسماء. اليوم نجد تبديل بعض الاسماء بسبب الغيابات. نتكلم عن غيابات نادي النصر اليوم. خالد الغامدي يغيب بسبب الإصابة، هو تعافى من الإصابة ولكن المدرب لا يعني جماهير ضربت أروع مثال في الوفاء والتضحية، شيء أشاهده لأول مرة في حياتي حقيقة. من المرات القلائل التي يزور النصر منطقة الجوف، جماهير حقيقة يعني أحاطتنا بكل الحب، بكل أشوف يعني المدرج ما بلاقي الجماهير، ما بلاقي مكان تجلس فيه. وأناشد المسؤولين حقيقة في هذه المناسبة، ترى ما مدرج سوء، شيء يعني لا يصدق. يعني المفروض ان منطقة الجوف تستحق حقيقة، تستحق ان يكون هناك استاد يليق بهذه الجماهير الغفيرة والكبيرة. شكرا لتواجدك، يعطيك العافية. شكرا حبيبي، شكرا لطلال النجار. اعذرونا لو تزداد الشفافية في الكرة الماضية. شوف الجماهير واللي حاضرين، وفي الحقيقة هالمدينة تستحق ملعب على مستوى كبير، وبالتالي